السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ شايفين الجمال اللي نازل ده؟ شايفين الجمال ده؟ متنسيش قبل ما تبدأي ولا تعملي اي حاجة تصلي على الرسول وتستغفري ربنا وتقولي توكالي واعتماد عليك يا رب. هعمل معاكم دلوقتي طريقة الكبدة الاسكندراني. دلوقتي انا قشرت حوالي 10 فصوص من التوم، ودولت 4 قرون فلفل، لان انا هعمل حاجة تانية وهتشوفوا دلوقتي معانا مع بعض في الفيديو. دلوقتي انا جبت الفلفل اهو بقطعه مع الثوم وهفرمه في اللي هي المطحنه بتاعه الخلاط، بس بصراحه مش هتنفع. حابه اعمله في الهون. دي الكبده اهيت ودي التوابل، وهقول لكم التوابل دلوقتي واحده واحده، بس كل حاجه انا بعملها قدامكم. دلوقتي انا بفرمها اهيت في الخلاط. دلوقتي ده ملح وشطه وكزبره وفلفل اسود وكمون. دي التوابل. نزلت على الخلطه اهيت بالتوابل. شايفين بقى؟ اما تفرمي الخلطه ما تحاوليش تعصريها، يا اما تدقها في هون يا اما تفرمها في الكب. انا دقيتها في الهون بصراحه، ما نفعتش في المطحنه، عشان نكونوا صراحه مع بعض. دي الكبده اهي. الكبده يا جماعه ما بتتغسلش ولا بتنحط في لبن ولا الكلام ده. الكبده تجيبيها من عند الجزار، خليه يقطعها لك عصافير او انت تقطعيها وتعمليها زي ما انتوا شايفين كده. جبت نص الخلطه وحطيته عليها والكبده نيه، وهنزل عشان ده نص كيلو من الكبده، هنزل بحوالي نص كوبايه زيت او كوبايه زيت بكوبايه القهوه. كوبايه القهوه كده، تجيبي كوبايه زيت وتحطيها، ورحت نازله بالكبده عليها وما تقلبهاش بقى، سيبها لما تاخد لون من تحت. دلوقتي دي كبده وقوانص. لقيت النص كيلو بصراحه مش هيكفي، وجان نضيف. رحت كان عندي كبد وقوانص في التلاجة حوالي يجي ربع كيلو، وكان عندي شريحه واحده بانيه، رحت مقطعاها ورحت عاملاهم زي ما انتوا شايفين كده. خدت من نفس التتبيله بتاعت الكبده الاسكندراني، حطيتها على الكبد والقوانص زي ما انتوا شايفين كده. وقطعه البانيه اهي، بصوا خدت لون من تحت اهو. شايفين منظرها عامل ازاي؟ الكبده يا جماعه ما بتتقلبش كتير عشان ما تنزلش ميه، ولازم تنعمل على نار حاميه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين انا بعملها ازاي؟ كان طعمها تحفه، طعمها يودي في حته تانية بصراحه ربنا. متنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. دي بقيه التتبيله اهي، حطيتها عليها بعد ما خدت سوا شويه. وديت الكبد والقوانص نزلت عليها ببصلايه اهو. لكن الكبده الاسكندراني ما بنحطلهاش بصل، ما بتتعملش غير زي ما انا بقول لكم كده، فلفل وتوم والتوابل وبس. طبعا انا حاطه التوابل فين؟ في التتبيله، مش هحط توابل بقى. شايفين بقى لون الكبده عامله ازاي؟ شايفين المنظر؟ شايفين منظر يشهي بصراحه ربنا. تسلم ايديا. شايفين الجمال؟ ما بتتقلبش كتير زي ما انتم شايفين كده، ما نزلتش ميه خالص. ده عصرة بقى نص ليمونه بقى بتديها دست تاني بصراحه. شايفين اهي؟ تحفه تحفه، وكانت ريحتها قلبة الدنيا، كانت قلبة الدنيا. طريقه سهله وبسيطه وجميله على فكره طريقه الكبده الاسكندراني. متنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس. يلا لو عندك كبده في الفريزر او جنبك الجزار، يلا روحي هاتي نص كيلو او كيلو واعمليها بنفس الطريقه كده. اهي شايفين منظرها يشهي ازاي؟ بصراحه ربنا تحفه تحفه، وطعمها يودي في حته تانية. هعمل بقى السندوتشات دلوقتي. دي الطحينه بقى، دي تتبيله برضو فلفل بس مطحون او مع توم مع توابل. هعمل شويه طحينه. طبعا انا غليت ميه في البراد على النار، ونزلت نزلت بالميه على الطحينه مع التتبيله كده، وتروحي مديها تقليبه كده. كل ما بتقلبي كل ما بتتخن معاكي تزودي ميه. اهو هزود ميه تاني، تقلبي تاني، بتتقل معاكي بقى. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس. شايفه الجمال؟ جمال الطحينه. ولو عندك زبادي بقى وحطيت عليها. دلوقتي انا نزلت بملح وكمون وفلفل اسود بس فقط لا غير، ودي عصره نص ليمونه ومعلقه خل. بص هتخنها اكتر. شايفين عمليه لفت ازاي معايا؟
تنزلي بقى بشويه ميه، عايزاها كده براحتك حسب ما انت بتحبيها. شايفين الجمال؟ الكبده الاسكندراني يعني طحينه، يعني جرجير، يعني سندوتشات جميله. شايفين الجمال؟ بصراحه انا كنت هعمل الكبده الاسكندراني بس لقيت جوزي بيتصل بيا، واحد صاحبي يعني هيجي يتغدى معاه، رحت مطلعه دول سريع سريع ورحت عاملاها. الحمد لله. اهو شايفين الجمال؟ جبت العيش بقى البلدي ورحت عاملاه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين جمال بقى العيش البلدي؟ بصراحه احنا بنحبها بالعيش البلدي مش بالفينو، بتبقى في حته تانية. وده المخلل اللي انا عاملاه الليفت اهو، ده الجرجير. بحط بقى شويه جرجير من تحت وانزل بالكبده عليهم. شايفين جمال الكبده عامله ازاي؟ السندوتش النهارده بتاع الكبده ده زمانه عامل 50 جنيه، 45 جنيه السندوتش الواحد بس، وبيبقى فين وما بكفيش، ما بيشبعش. شايفين منظره تحفه ازاي؟ كمان واحد. نزلت بالجرجير، نزلت عليه بالكبده اهي، وهروح نازله بالطحينه زي ما انتوا شايفين كده وارص. اعملي بقى على عاداتكم، كل واحد سندوتش، اللي عايز سندوتشين 3 اعملي بالبركه، اللي ياكل ياكل لحد ما الاكل يعني يخلص. بس بصراحه ربنا الاكل كان فيه بركه وما شاء الله شبعنا وفاض منه كمان، والله العظيم فضل من الاكل، وبقوا فرحانين بالاكل ومبسوطين ويقولوا الله تسلم ايديكي كان جميل. خدت بقى كبد وقوانص كده، سندوتشات تانية كبد وقوانص، هحط عليها طحينه برضو، اللي عايز من ده ياخد واللي عايز من ده ياخد. بصراحة ربنا كان طعمها في حتة تانية، في حتة تانية. شايفين الجمال عامل ازاي؟ شايفين جمال السندوتشات؟ متنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس. شايفين الجمال؟ شايفين عملت كمية قد ايه، وكان فاضل كمان في الطبق كبد وقوانص كمان. انتوا شايفين الجمال ده؟ شايفين جمالها عامل ازاي؟ اهو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.